السلام عليكم الدراري، نتمنى انكم تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الاسرار ديال الديد ليفت. كما كتعرفوا كاينين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش يخدموا الديد ليفت ولا ما كيقدروش يتقلوا فيها. باش انك تقدر تقل في الديد ليفت خاصك تبدا بالتمارين وتريني عليها يعني مده كبيره. المهم الدراري كما كتشوفوا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نبداو تقريبا ب 40 كيلو. كما شفتوا درت 20 كيلو في جهة، والبارة راه فيها تقريبا حتى هي 20 كيلو، يعني 60 كيلو باش بدينا. 60 كيلو غادي نديرو بها سيري، وسيري ان شاء الله غادي تكون فيها تقريبا 12. وبالنسبه لكم نتوما الا كنتم مبتدئين واول مره غادي تخدموا زعما غادي تخدموا على الديد ليفت، حاولوا انكم تبداو باقل ديال الثقل وتخدموا مزيان. وكما قلت لكم البارة كتقربها شويه عند رجليك، وكتقاد الظهر ديالك خاصها تكون مستقيمه. الظهر تكون مستقيمه باش تقدر تهز لو بوا وما تضرش ظهرك. لحقاش كاينين بزاف ديال الناس فاش كيبغي يهز لو بوا كيهرس ظهره، يعني في ديك التهريسه ديال ظهرك يقدر تأذي ظهرك وغادي يضرك. ضروري انكم تستقموا مزيان، وديك الساعه تقدروا تهزوا لو بوا بلا حتى شي مشكل. كما شفتوا هنا الدراري في السيري الثاني غادي نزيدو في الثقل اللي غادي نوصلوها ان شاء الله ل 80 كيلو. كما قلت لكم البره فيها 20، وكما كتشوفوا 30 30 في الجهه يعني 80 كيلو. غادي نحاولوا اننا نضربوا بها عاوتاني سيري. المهم على ما قديتو انا تقريبا كنضرب حتى كنعيا، يعني 12 10 على حسب الجهد ديالي. فالهبطة الدراري ديما الهبطة تكون الظهر مستقيمة باش نقدر نعاود نطلع بلا حتى شي مشكل. وفاش تكونوا هابطين حاولوا انكم تنيو رجليكم شوية، وديك الساعة هبط وتهبط عادي. ولكن فاش تعيا صافي حبس، يعني ما تزيدش باش ما تضرش ظهرك، حيت الا عييتي ما غاديش تبقى الظهر مستقيمة، وديك الساعة غادي تقدر تضر ظهرك. فانا الدراري في السيري الثالث، حيت تقريبا غادي ندير فيها 4 ديال السيريات، وغادي نزيدو لي بوا تدريجيا باش ما تجيوش وتبداو بلا ما تسخنوا بلا والو. انا راه هنايا كانت عندي الحصه ديال الظهر، يعني الظهر سخونه مزيان والمسك ديالي سخون مزيان، داكشي علاش كنتقل بلا حتى شي مشكل. ونوصيكم الدراري بالنسبه للمبتدئين ضروري وضروري انهم يديروا السمطه، حيت السمطه حتى هي كتعاون باش كتشد ظهرك وكتجنبوا الاصابات. فهنا الدراري في السيري الثالث ان شاء الله غادي نحاولوا نوصلوا ل 120 كيلو. 120 كيلو غادي نوصلوا ل 120 كيلو. كما قلت لكم الدراري راه فاش كتزيد في الثقل راه خصكم ضروري تكونتروليو الهزه مزيان. الظهر ديالك تكون مستقيمه، واليدين غيكونوا مقلوبين، وحده مقلوبه وحده شاده يعني عادي. وفي نفس الوقت الرجلين قريبين لبرا، كتهبطوا شويه وكتطلعوا عادي. الدراري كما كنوصيكم ما تبداوش بالثقل بزاف، حيت راه ما يمكنش انك تبدا ديد ليفت انك في الحصه الاولى ولا الحصه الثانيه ولا الحصه الثالثه وتوصل لهذا المستوى ديال الثقل. فالثقل كنزيدوه تدريجيا الدراري، تدريجيا، يعني ماشي غير كنجيو وكنوصلوا لهذا المستوى هذا. لحقاش كنشوف بزاف ديال الناس في لاصال كيجي كيشوف الناس كتثقل في الديد ليفت كيبدا حتى هو غيعمر. فهاد الشيء الدراري كيبغي لونطريمون، كيبغي التركيز، كيبغي بزاف ديال الحوايج. ماشي غير نجيو يعني ونبداو بقا نديرو في الثقل. الدراري هذا تقريبا كما قلت لكم 120 كيلو غادي نضربوا بها سيري الثالث. والسيري الرابع ان شاء الله غادي نحاولوا نحاولوا نوصلوا ل 160 كيلو. الدراري ضروري الماء، وضروري انكم تبقى تجيبوا شي حاجه باش تبقى تمسحوا البارة. بالنسبه للانسان اللي ما متوفرش على الغبره، حتى انا براسي ما كنستعملش الغبره، فكنمسح البارة عادي باي حاجه عندي، يا كلينيكس يا الفوطه يا. هنا الدراري كما شفتوا انا عمرت لي بوا، وصلنا ل 160 كيلو في هذه الحصه هذه. 160 كيلو الدراري راه حتى هي ما سهلاش. غادي نحاولوا اننا نكونتروليوها مزيان ونطلعوا بلا حتى شي مشكل ونهبطوا بلا حتى شي مشكل الدراري. بالنسبه فاش تكونوا هابطين الا غلباتك البارة تلقاها، حيت كما كتشوفوا فاش كنكونوا هابطين راه كيرجع الثقل على الظهر. آه تقدروا انكم تطلقوها وما تبقاوش شادينها، حيت الا شديتوها راكم عارفين الدراري الثقل باش تهبط معاه راه صعيب.
تطلقوها ماشي مشكل. في الطليع كما قلت لكم الظهر ديما تكون مستقيمة، ما عمركم ما تعوجوا ظهركم. وفي الهزة تكون رجلين شوية يكونوا متنيين باش تحكموا في الثقل ديالها. ان شاء الله الحصه الجايه غادي نحاولوا اننا نترينيو على 180، باش ان شاء الله البروغرام ديالنا في الديد ليفت هي نوصلوا ل 200 كيلو ان شاء الله الا كتب الله، وغادي نوصلوا ليها يعني بالتدريب ان شاء الله. وكل ديما كما قلت لكم كنزيدوا شويه بشويه 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 حتى كنوصلوا للهدف ديالنا. الدراري بالنسبه فاش كتقلوا بحال هكا وتوصلوا يعني لهذا النيفو هذا، خاصكم ضروري الماء يكون حداكم. وراه فاش كتضرب فيها سيري يعني سيري طويل بحال هكا، راه يمكن لك انك تجيك الدوخه ولا هذا. يعني فاش تسالي السيري حاول تجلس، ما توقفش يعني جلس شويه، استراح، تحبس. المهم تريح شويه الدم ديالك. وكما قلت لكم راه فاش كتساليو السيري اللي كيكون فيه الثقل بحال هكا راه ضروري كتشدك الدوخه. فكنصحكم انكم تجلسوا حتى كتفوت لكم ديك الدوخه، وديك الساعه تعاودوا عاوتاني تزيدوا السيري اخر. الدراري ان شاء الله غادي نديرو فيها تقريبا درت فيها تقريبا 4 ديال السيريات. وكل سيري راكم شفتوا السيري الاولاني بديناه بالبوا قليل، والسيري الثاني زدنا عاوتاني في الثقل حتى وصلنا ل 180 ل 180 لا ماشي 180، 160 كيلو. ان شاء الله الحصه الجايه ان شاء الله غادي تكون 180. فهنا الدراري غادي نزيد السيري الخامس. السيري الخامس بالنسبه لي انا غادي ندير فيه داكشي اللي قديت عليه. كما تشوفوا معايا غادي نحاول انني نكونطرولي الثقل ديالي مزيان، وغادي نطلع ان شاء الله. فحاولوا الدراري فاش تعياو، يعني كنتي مبتدئ وبغيتي دير ديد ليفت، ما تكلفش على راسك وغيب شويه عليك، وحاول انك تكونترولي الثقل ديالك مزيان. راه ماشي الهدف اننا نهزو 160 ولا 170، الهدف هو انك تكونترولي الضربه مزيان وتهبط مزيان باش ما تاديش راسك وما تاديش ظهرك. فكنصح اي مبتدئ يحاول يشري الصنطه باش يخدم الديد ليفت براحته،